السلام عليكم، انا عمر الجبلي من فريق بار فيروز. النهارده هنشوف تمرين الرجل. اول تمرين السكوات. اخلي رجلي 11 متبقاش مفتوحه ولا مقفوله، 11 تحت كتفي بالظبط، وابتدي انزل. اهم حاجه افرد ظهري واحاول انزل 90 درجه على قد ما اقدر. تمرين 3 في 10. تاني تمرين اللانجز، رجلي 11 برضو، برجع ورا بنزل كده، ارجع تاني. تمرين 3 في 10. الرجلين بعد التمرين اللي بعدها تبقى الوول سيت، تبقى بالشكل ده. بقعد بخلي رجلي 90 درجة واسند ظهري على الحيط، ما بسندش بايدي هنا عشان ما اساعدش نفسي، دي بتبقى مرفوعة. بس ثبات 3 مجاميع في 30 ثانية. التمرين اللي جاي سكوات في باور جامب. انزل سكوات ونط تاخد ركب على صدري، سكوات تاخد ركب على صدري. التمرين يبقى 3 مجموعات في 10 عدات. اهم حاجه بنزل سكوات، ولما بنط باخد ركب على صدري جامد. اللي بعدها تبقى البيستول سكوات، ودي سكوات بس على رجل واحده، تبقى بالشكل ده. 5 عدات على رجلي دي و5 عدات على رجلي دي. لو صعب عليك شوف اي حاجه قدامك تسند عليها بالشكل ده، بس حاول تخلي التحميل كله على رجلك، يعني على قد ما تقدر تخلي التحميل على رجلك. واحده واحده تبتدي تشيل ايدك وما تساعدش. التمرين اللي جاي بيبقى خلفيه بالشكل ده. بحاول افرد جسمي وانزل بيه على قد ما اقدر قدام. بعمله 10 عدات على الرجل دي، كده بغير الرجل التانية. التمرين اللي بعدها تبقى سمانه. شوف اي حاجه اقدر اقف على حرفها برجلي بالشكل ده، وانزل واطلع. ايدي لما تبقى سانده هي ما بستعملهاش ان انا اطلع، الحمل كله على السمانه. نعملها 3 مجموعات في 30 عدد. التمرين اللي بعده حاجه اسمها داك ووك. بنزل على الارض بالشكل ده وابتدي امشي كده. ما بعلاش بيها، يعني ما بعلاش بجسمي، بحاول اخلي جسمي كله تحت وبمشي بيها مسافه. ما بطلعش كده مثلا، لا انا كله شغال تحت. اول مسافه تبتدي بيها حاول تخليها 10 متر، وبعد كده زودها 20 و30 متر، سواء بقى لو في البيت هتمشيها رايح جاي، او لو هتلعبها في نادي فممكن تحسبها 30 متر. احنا كده خلصنا فيديو الرجل. لو عجبكم الفيديو دوس لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب بار فيروز، وسيبوا لي كومنت عايزين الفيديو الجاي يكون عنه.